في لبنان استطاعت لجنة التحكيم إنها تلتقي بياسين صاحب الموهبة المميزة من سوريا. أهلا وسهلا، كيف حالك؟ الحمد لله. تعرفنا عليك. اسمي ياسين الرجب. أهلا وسهلا ياسين، كم عمرك حبيبي؟ عمري 12 سنة. من وين؟ أهلا وسهلا. من وين يا ياسين؟ من سوريا، من دير الزور. أهلا وسهلا بأهل سوريا. أهلا وسهلا فيك حبيبي. حبايبنا الله. قرآن كريم طبعا تقليد كبار القراء. ما شاء الله. طيب خلينا نسمع كمان. الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. الشيخ المنشاوي. الشيخ مصطفى اسماعيل. الشيخ البهتيمي. تسمحوا طيب. لي اطلب منه عبد الباسط؟ تفضل طبعا. سمعني عبد الباسط. بسم الله الرحمن الرحيم. الله. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. الله ما شاء الله أكبر. عليك. صدق ما الله شاء الله العظيم. عليك. ما شاء الله عليك. احسنت ما شاء الله. ننتقل للمنشاوي. يلا نسمع كمان نشاوي. تفضل يا ياسين. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. احسنت ما شاء الله عليك. لا تضحك. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. صدق الله العظيم. أحسنت. ياسين أنت مبدع ما شاء الله عليك يعني، وسحرتنا بصوتك وبأدائك. ما خليتنا نحكي بصراحة. ياسين أنت إن شاء الله لك مستقبل، يعني أعتقد الموهبة اللي عندك حاليا، وأعتقد هذه الموهبة هي من ربنا، فسبحان الله اللي بيخلق أصوات بتخلي الإنسان فعلا يسبح ربنا عليها. أنت عندك مزمار يا ياسين، مزمار من مزامير آل داود، الله يبارك لك، تستاهلها. يعني ما شاء الله عليك. بدي اياك بس هيك تسأل الله انه يديم عليك هالنعمة، لانه هي نعمة لازم تشكر عليها الله كثير. ها شكرك لله عز وجل على هاي الموهبة وهذه النعمة يكون بأنك تستخدمها فيما يرضي الله عز وجل. ماشي؟ إن شاء الله. وانت ان شاء الله انك تكون فعلا كنز. اسمح لي انا عاد بعد ما اللجنه اعطوك بر وبر وبر، ثلاثتنا نقول لك انت بر. تفضل حبيبي، تفضل. يا اهلا وسهلا. من زاركم أن العطايا حفظ عين واكتساب، فمبارك طبتم وطاب غراسكم ودعتم خير المراتع باحتساب. قد تنام حلمكم من مثلكم قد حاز من دنياه حفظا للكتاب، والثوم دامع فرع